ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل ان شاء الله توقعات يوم الاحد 10/12 ديسمبر، كان الاول 2023. قبل ما ابتدي عايزه اقول لكم ميرسي جدا وارحب بكل جداد، وربنا يخليكم ليا. بس ما تنسوش اللايك وما تنسوش تعليق حلو كده زيكم. هنعمل دلوقتي توقعات. هقول لكم بس النقط المهمه في توقعات الابراج النهارده. في برج صحته بتتراجع وبيفقد نشاطه، فحاول ترتاح، ما تبالغوش في المجهود الجسماني، هنقول له برضو في الفيديو بتاعه. في برج تاني، حاول تنجز كل ما هو ضروري وعاجل، لان ممكن يكون في تعطيل جاي بسبب موقع القمر. باقي الابراج عندهم تفاؤل، عندهم نجاح، في مصالح بتخلص باذن الله. كمان في برج معين حاول تدخل التعديل المطلوب على الميزانيه، لان انت ميزانيتك بقت بعافيه جدا اليومين دول. نقول بقى هنقول اسماء الله الحسنى اللي بنرددها كل يوم. الاسماء النهارده هي الوكيل، الكريم، الحليم، الخافض، الغفار، المعز، الغفور. هي دي الاسماء اللي هنرددها النهارده، وان شاء الله يا رب يبقى يوم خير وسعاده على الكل. مستنيه منكم التعليقات الجميله زيكم، ومستنيه منكم اللايكات، وعايزه اقول لكم ان انا بحبكم قوي 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 قوي، ربنا يخليكم ليا. دلوقتي بقى نسمع التوقعات بالتفصيل. برج السرطان، اليوم ده مهم بشكل خاص، مهم جدا الحقيقة بشكل خاص ليك انت. رؤية جديدة ووجهة نظر جديدة. آم، في وجهة نظر لحد، شخص جديد يعني تعرفه في حياتك هتتأثر بيها، فدي هي دي وجهة النظر الجديدة اللي هتتبناها. هتتعلم حاجات وهتفهم حاجات، واللي هتفهمه عن نفسك كمان هيلعب دور أساسي في تشكيل حياتك في المستقبل بإذن الله. عايزه اقولك ان في حاله من الحرب مستمره بين عقلك وقلبك. هدي شويه وامشي ورا قلبك، ويعني حاول كده تشوف لنفسك حاجه جديده تعملها عشان تقوي بيها وضعك المهني. مهم قوي تخلي بالك من الحكايه دي. عايزه اقولك ان خليك متيقظ النهارده، حاول تتحمل اي حاجه تحصل. اليوم مش مناسب قوي في التعاملات الاجتماعيه، فعشان كده حاول تتعامل او تستعد للتعامل مع بعض المشاكل في الحياه اليوميه. انصحك، هي حاجات بسيطه يعني، انصحك بالاهتمام بالحاجات الصغيره، لانها بتاخد وقت اطول مما انت تتوقع. يعني في مهام بتبقى عليك وبتبقى بسيطه وانت مستسهلها، فبتاخد وقت كبير. الامور هتمشي على ما يرام، ما تقلقش خالص. زي عقارب الساعه. المشاكل اللي بنقول عليها دي حاجات بسيطه جدا، اليوم كله سعاده. في المساء بقى هيبقى عندك طاقه كافيه جدا ان انت تعمل حاجه آه، تفرحك وتفرح اللي حواليك. انصحك ان انت تعمل نشاط اجتماعي، مثلا مارس الرياضه، اعمل هوايه معينه انت بتحبها. كل الحاجات دي بتفرق جدا في المود. آه، اليوم النهارده الناس يعني ده يوم نجاح للناس اللي بتشتغل من المنزل، اللي هي العمل من المنزل. في اوراق خاصه بعمل او وظيفه جديده للبعض. في قصه معينه، موضوع مع اب مع اخ، يعني في موضوع مع حد قريب منك جدا، انت منتظر فيه نتيجه، وان شاء الله هتيجي نتيجه زي ما انت عايز يعني. كمان في ناس بتفكر في السفر، بس خد بالك كويس جدا ان انت يكون السفر ده دارس الخطوه دي، لان هو سفر عمل. كمان خد بالك في حد بيحاول يشوه سمعتك. ابعد عن المشاكل يا برج السرطان او مخالفه القوانين. طاقتك النهارده 65% معقوله، يعني في المعقول. اسعى واجري ورا حلمك وابذل مجهود عشان توصل له ان شاء الله. لو بذلت مجهود النهارده مع الزملاء في العمل ودورت على افكار جديده ونفذتها، ان شاء الله الاحلام هتبقى حقيقه باذن الله. وعايزه اقول لك يا برج السرطان، الاحلام ما بتبقاش حقيقه غير بالتعب. اتاكد ان انت هتلاقي باذن الله ترقيات، هتتولى منصب اعلى شويه او بوزيشن اعلى من اللي انت فيه. بتتحسن اوضاعك كتير خلال الايام اللي جايه، وبتحدد يعني مستواك عموما، ومستوى عملك بيرتفع جدا. زي ما قلت لك هتبقى في بوزيشن تاني في حته تانيه. بتتخلص من كل الشكوك اللي كانت في دماغك، وكمان من المتوقع عليك الفتره اللي جايه هتبقى اكتر راحه. اهدى بال، كمان هتبقى بالك هادي شويه. اما على مستوى العائله بقى، في شويه ازمات هتنتهي منها باذن الله قريب جدا.
تحقيق الأهداف طالما انتظرتها من فترة كبيرة جدا هتقدر تشتري كل اللي تحتاجه كمان على المستوى المالي. محتاج بس عاطفيا تقعد شوية وقت كده لوحدك، ترتب أولوياتك، تعرف ايه اللي المفروض يتعمل، ايه اللي ما يتعملش. في حاجات كتير قوي انت بتبقى عايز تعملها وبتأجلها على المستوى العاطفي، حاول تعملها. النهارده او اليوم ده بيشكل لك نقطة تحول في علاقتك. هتشوف بشكل فجائي شخص قريب منك، وهتقدر تاخد القرار الصح ان شاء الله فيما يتعلق بالعلاقة دي. ده لو انت سنجل يعني. بتقطع كل العلاقات الضعيفة وبتركز في العلاقات اللي ممكن تخليك أقوى. يعني في علاقات كده عابرة وزي قلتها وموجودة في حياتنا بس عشان تصدعنا، فحاول تشيلها خالص من حياتك. النهاردة انت على استعداد لمقابلة شريك الحياة اللي طالما انتظرته لو انت سنجل زي ما قلت. عايزة اقولك اهتم بصحتك اكتر وما تخليش الحياة تمر من غير ما تستمتع بيها. يعني عيش اللحظة بلحظتها. اوضاعك الصحيه متقلبه شويه في الفتره الحاليه، فحاول لو في زياره للدكتور او حاجه اعمل كده، خصوصا انك اهملت صحتك كتير خلال الفتره اللي فاتت. والحكايه دي ممكن تخليك تندم الفتره اللي جايه، من المؤكد خلال الايام اللي جايه ممكن تندم لو انت ما اهتمتش بصحتك يا برج السرطان. عايزه اقول لك النهارده الكود السري لشحن الطاقه هو رقم 7، وده حصيله جمع الارقام لمسارات الطاقه النهارده لليوم مش للبرج. بكرر تاني، ده طاقة اليوم مش طاقة البرج. كمان بنزيد من حظوظنا ان شاء الله وثوابنا وطاقتنا الايجابية ان احنا كل يوم بنختار عدد معين من اسماء الله الحسنى وبنردده وبيدينا طاقة ايجابية وثواب اكيد. فكل يوم العدد ده واختيارنا للكلمات متوقف على طاقة اليوم. فالنهاردة هم 9 اسماء من اسماء الله الحسنى. هقولهم دلوقتي واكتبوهم ورايا وحاولوا تكتبوهم في التعليقات عشان تاخدوا ثواب قراءتهم، وكمان اول واحد هيكتبهم هثبت التعليق عشان ياخد الثواب باذن الله. يعني الاسماء هي المتكبر، العليم، الحكم، الكبير، الحكيم، الولي، الواجد، الاخر، الرؤوف. بناخد نفس عميق وبنردد ال9 اسماء دول لمده دقيقه وبنلاقي الدنيا اختلفت 180 درجه. اللي وصل لحد هنا في الفيديو بقول له ميرسي جدا جدا على المشاهده، وحاولوا تعملوا لايك للفيديو. ولو في حاجه مش عاجباكم قولوا لي في الكومنتات تحت ايه اللي مش عاجبكم ونغيره في القناه. انا عايزه اقول لكم ان انا بحبكم قوي وهتوحشوني كتير من هنا لبكره. اشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد. على خير. باي باي.